أوقات الأم بتصحى وهي حاسة إن الشقة حرب، وبتفتكر إن لازم تكسب المعركة دي كل يوم. بس محدش قال إن ترتيب البيت أهم من ترتيب مشاعر أولادك. انت مش آلة تنظيف، انت قلب بيت، ولما القلب ينشغل بالحاجات الغلط البيت كله يتلخبط حتى لو كان لامع. ساعات بنفتكر إن الأم الشاطرة هي اللي بيتها بيلمع، لكن الحقيقة الأم الشاطرة هي اللي أولادها حاسين بالأمان، حاسين إنها جنبهم، حاسين إنهم أهم من أي غسيل متعلق. ولادك مش هيقولوا لما يكبروا ماما كانت بتلمع البيت، لكن ممكن يقولوا ماما كانت دايما مشغولة عننا، ودي الجملة اللي وجعها ما يتدواش. جربي يوم تبطلي تقارني بيتك ببيوت الناس، جربي يوم تعيشي براحتك، جربي يوم تقولي أنا مع أولادي قبل أي حاجة. هتتفاجئي قد إيه يومك هيهدى وأولادك هيهدوا معاكي. أولادك محتاجين أم بتسمع مش أم بتجري، محتاجين أم بتطبطب مش أم بتزعق من كتر الضغط، محتاجين وقتك، حضورك، حبك، مش محتاجين لمعة الأرض كل يوم. اهتمي بالبيت بس ما تعيشيش للبيت، اهتمي بالنظافة بس ما تنسيش تلمعي قلوب ولادك بالكلمة الحلوة. كل حاجة بتتعوض، إلا حضن راح ووقت عدى وطفل كان مستنيكي. وفي النهاية لو الكلام ده حسسك انك تقدري ترجعي لنفسك ولولادك، اعملي لايك واشتراك للقناة، وصلوا على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.